بما ان الفيديو بتاع حكايات الغربة وسنينها عجبكم، فانا قررت ان انا احكي لكم كذا حكاية من حكايات الغربة. بما اني بنت لوحدي وكنت مسافرة مغتربة بقالي سنين كتير، فانا مريت بتجارب كتير واتنصب عليا كتير واتضحك عليا كتير بصراحة. فانا هحكي لكم عشان تاخدوا بالكم لو انتوا هتسافروا لوحدكم او كده، عشان الناس فعلا مش سهلة خالص. المرة دي اتنصب عليا في $200 وفي قطة. تعالوا هقول لكم اتنصب عليا ازاي، لاني حسيت نفسي خدت على قفايا قوي. كنت في تركيا، فكنت جالي قط كده صنطوط. المهم كبر اتربى في عزي كده. انا ما كنتش بربي قطط ابدا، فكان اول قط في حياتي اربيه. فالقط عايز يتجوز، طبيعي، عريس، ابننا كبر عايز يبقى عريس. فرحت جبت له قطه، نزلت اعلان على الجروب: يا جماعه انا عايزه قطه عشان خاطر تتجوز القط بتاعي وكده. ففي واحده بنت مصريه بعتت لي قالت لي انا عندي قطه. انا القط بتاعي كان بريتش جولد، بصوا هحط لكم صورته اهو، كان عسل. المهم هي قطتها كانت سيامي بريتش، ما تسواش ابدا ابدا $200، بس انا ما كنتش اعرف لسه. فرحت جت ادتني القطه عشان خاطر تتجوز روني، وبعدين ترجع بيتها تاني يعني. فلما جت لقيت روني حبها واتبسط، لانه لقى حاجه من فصيلته واتبسط قوي وبقى اكتف وكده. صعب عليا ان اخدها منه تاني. فقلت لها طيب بقول لك ايه، انا القط بتاعي حبها قوي، ما تبيعيها لي؟ قالت لي اوكي ابيعها لك. طيب بكام؟ $200. وانا زي الهطله بعت لها $200 وخدت القطه. تمام لحد هنا تمام، ممكن تعدوها عادي تقولوا خلاص يعني الموضوع عرض وطلب، خدتها خلاص. فضلت عندي القطه فتره وخلفت وبقى عندي جيش قطط، وبقى عندي 13 قطه في البيت في وقت واحد، وكانوا مونسيني جدا وكنت مبسوطه قوي. حصل ايه بقى؟ حملت. لما بقيت حامل كان لازم 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 اقعد من غير قطط، عشان انا يعني ما كنتش عندي حد يغير اللي هو ينظف في الليتر بوكس بتاعهم والحاجات دي، فمش هعرف انا اعمل كده وانا حامل، فيها خطوره. وحتى لو حد يقول لي مش فيهاش خطوره، لو فيها 1% انها تبقى خطر، انا ما كنتش هجازف باذني. المهم وزعت وقتها القطط، اديتهم لناس كتير ثقه. فكنت منزله يعني ستوري ان انا عايزه احط القطط مش عارفه ايه. ففي كام قطه كده اللي هم غاليين. انا مبدئيا ما كنتش احب ادي القطط ببلاش، عشان تبقوا عاملين حسابكم. القطط دي انا كنت بصرف عليها دم قلبي اكتر من فلوسي انا الشخصيه. كنت بس الدراي فود اللي انا بجيبه لهم كنت بجيبه الكيس بس كان ب 500 ليره وقتها، حاليا عدى ال 1000 و1500 ليره. فكنت بصرف عليهم دم قلبي، فكان اللي بياخدهم يدفع ثمن اغراضهم. انا كنت اللي كانوا عارفيني كانوا شايفين بيتي عامل ازاي، كنت ببقى عامله بيت للقطط ومش عارفه العاب ومش عارفه ايه، وصرف عليهم دم قلبي حرفيا. فانت لو هتيجي تاخدهم مش هتاخدهم ببلاش، لان قبل كده اديت واحده الواحده ببلاش ما اعتنتش بيها تماما، وبعدين اتصلت بيها قال لك تعب ومش عارفه جاله ايه، فدول ملجأ يعني. فانت لو مش تعبان ودافع فلوس في الحاجه مش هتحافظ عليها. دي عن تجربه شخصيه بعد مرور يعني كذا مره، مش مره واحده. انا قعدت فتره طويله بربي القطط دي. فالمهم فعرضت القطط كلها بسعر رمزي، باستثناء الكبار كنت ناويه ايه اخدهم معايا، لان انا كنت اتعلقت بيهم. طلعت القطط الصغيرين بفلوس رمزيه جدا بالمناسبه، بس كان لازم اللي ياخدهم يدفع فيهم فلوس عشان يحس بقيمتهم. دي وجهه نظري، مش عارفه يمكن تكون غلط. لحد ما القطه بتاعتي اللي هي موكا دي كنت انا عارضه اني محتاجه حد ياخدها لحد ما انا اسافر. هي وسيد كان القطط اللي انا متعلقه بيهم، كانت موكا وسيد وروني. روني ما كانش ينفع اخده لانه كان عايز يتجوز كتير، وانا كنت مستحرمه اعقمه، فبصراحه مش هعرف اعمل كده في المانيا. فكنت مقرره اخد سيد ومكه وناظم. اوكي. فالمهم اديتهم لناس مؤقتا لحد ما بتاع. المهم لقيتها تبعت لي بتقول لي انا ممكن انت عارضه مكه لناس غريبه، يا بنتي هاتيها عندي، هاتيها عندي تقعد عندي، ليه كده؟ ليه تديها لناس غريبه يعني؟ راحت خدتها والله العظيم من الناس اللي كانت عندها. تمام. ويا رينو خلينا نعمل فيديو. خدت القطه فله ما شاء الله زي الفل والله العظيم. يوم التاني التالت السابع حبيبه قلبي خلاص انا قررت ابيعها، فهاتيلي القطه معلش انا مش هقدر اخدهم كلهم معايا. انا قررت اخد بس معايا سيد، يعني مش هقدر اخدهم كلهم معايا. كان بابا ابني رافض يعني ان انا اخدهم كلهم. فقلت لها بس خلاص انا هبيعها، هاتيها. قالت لي انا ما قلتلكيش مش القطه ماتت؟ يا راجل ماتت ازاي؟ القطه مديها لك فله؟ والله مرضت وماتت ما تعرفيش بجد. انا نسيت اقول لك. قلت طب ما قلتليش ليه؟ لو انا مدياكي امانه انت المفروض تكلميني فيديو كول يا ستي، تتصلي بيها تقولي لي انها بتقولي اصلا قعدت كذا يوم في المستشفى وماتت، جالها فيروس.
قلت لها اتصلي بيا قولي لي يعني ايه تموت وتستني لما انا اجي اطلبها منك عشان خاطر تقولي لها خلاص يا روكا انا هديلك تمنها. قلت لها اوكي هاتي تمنها يلا، انا مدياكي امانه يا تاخديها وتكوني قد الامانه يا ما تاخديهاش، هاتي تمنها يلا. قالت لي اوكي هديكي 300 ليره. 300 ليره اللي هو يعني ما يسواش 20 يورو 20 دولار، انا شاريها منها ب 200 دولار. قلت لها على اساس تمنها 200 دولار. قالت لي ده السنه اللي فاتت قبل ما تخلف ولادها دول، دلوقتي هي بقت مخلفه فسعرها بقى اقل. قلت لها يا راجل ده انتي نصابه نصب. المهم راحت جت قلت لها انا مش موافقه بالموضوع ده، انا عايزه القطه بتاعتي، انا عارفه ان القطه ما ماتتش. قامت بعتت لي 300 ليره وعملت لي بلوك. وقد كان خازوق من خوازيق الغربه واتنصب عليا، خدت القطه وخدت ال 200 دولار وخدت على قفايا. وعارفين يا كتاكيت اللي يقهر ايه؟ ان البنت دي كانت طول الوقت عامله لي فيها لابسه لي وش البراءه والكيوت، وانا قد ايه انا طيبه وانا كيوت وانا لذيذه، فيا حبيبه قلبي انت لو محتاجه حاجه قولي لي ومش عارفه ايه، وطول الوقت تتكلم ببراءه. اول ما جت لها فرصه انها تنصب عملت لي بلوك. بس والله ما مسامحاكي، والله العظيم ما مسامحاكي. اهو شو وصلوا لها الفيديو يا جدعان، اعملوا ان شاء الله اي واحده والله الفيديو. انا مش مسامحاكي، انتي خدتي بكره انا مش مسامحاكي. بس ابقوا فكروني الفيديو الجاي احكي لكم على حرامي الكلاب.